السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ فوزية. نتمنى تكونوا ديما بخير وعلى خير. وصفتنا غادي تكون مخيمرات ملونين، الوان طبيعية، حشوات مختلفة بطريقة سهلة، وغادي نطيبوهم في الفرن كيجيو لذاذ وكيتوجدوا بسرعة. السنة الماضية قدمت مخيمرات ملونين الوان طبيعية، لكن طيبتهم في المقلاة، عاد من بعد عملت الحشوة. وبالنسبه للطريقه ديال الحشوه اللي استعملت في هذا الفيديو فقدمتها حتى هي السنه الماضيه في فيديو، لكن طيبت المخيمرات في المقلاة. غادي نخلي لكم الروابط اسفل الفيديو اللي بغى يتعرف عليهم. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتشجعوني باكبر عدد من اللايكات. واذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه فحتى نتوما حبيباتي ما تنساوش تعملوا اشتراك وتضغطوا على الجرس باش تكونوا نتوما الاولين كتوصلوا بكل ما هو جديد. بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء وندوزوا المكونات وطريقه التحضير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. فاول عجينه غادي نبداو بها هي العجينه العاديه اللي كنعملوا المخمار. فهنا استعملت 150 غرام ديال دقيق الفينو، 150 غرام ديال الدقيق الابيض، ملح، وعندي نصف ملعقه خميره فوريه والماء دافئ اللي غادي يجمع ليا الخليط. فالعجينه سهله، غادي نجمعوا جميع المكونات بالماء دافئ. خاصنا نحصلوا على عجينه اللي ما تكونش قاصحه، تكون خفيفه بالشكل اللي كتشوفوا. فهنا انا ما كندلكش العجينه، غادي نعملها في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح. من بعد غادي ندوزو العجينه اللي غادي نعجنوها بالماء ديال السبانخ. كنحتاجو 150 غرام ديال دقيق الفينو. فهنا انا الدقيقه عندي ديال الفينو رقيق بحال الدقيق الابيض. 150 غرام ديال الدقيق الابيض، وعندنا نصف ملعقه خميره فوريه، الملح. فالخميره دائما كتبقى على حساب الجو، واش كاين البرد او لا الحر. هنا خديت اوراق السبانخ اللي غسلتهم مزيان وعملت معاهم قليل من عصير الحامض يعني عصير الليمون والماء، وطحنتهم في مولينكس. ومن بعد صفيتهم، هما اللي غادي نعجنوا بهم الخليط. وكنبقاو كنجمعوا، كنزيدوا بشويه بشويه وكنجمعوا في العجينه حتى كتجمع لينا. كنحصلوا على عجينه بهذا الشكل هذا. فحتى هي ما كندلكها ما والو، كتكون خفيفه باش كنحصلوا على مخيمرات اللي هما يا رطبين ومنفوخين. غادي نعملها في بلاستيك غذائي غبرته بقليل من الدقيق. ومن بعد غادي ندوزو العجينه الثالثه اللي غادي تكون بالكركم. خديت 150 غرام ديال دقيق الفينو، 150 غرام دقيق الابيض، ملح، نصف ملعقه خميره فوريه. خديت ماء دافئ عملت فيه كميه ديال الكركم وخليته 2 دقائق حتى 3 دقائق باش يطلق هذاك الكركم في الماء. ومن بعد غادي نبداو كنجمعو في الخليط بحال العجينات الاخرين ونعملو حتى هو في بلاستيك غذائي. فباش ما نطولش عليكم بزاف لان الفيديو راه طويل. بالنسبه للعجينه الرابعه والاخيره، دائما 150 غرام ديال دقيق الفينو، 150 غرام ديال الدقيق الابيض، ملح، نصف ملعقه خميره فوريه. وهنا غادي نجمع ماء دافئ اللي زدت عليه مركز الطماطم. كنجمعوا العجينه، دائما عجينه كتكون مرخوفه كنعملوها في بلاستيك غذائي ونخليوهم يرتاحوا. من بعد كندوزو باش نحضروا الحشوه. نحتاجو زيت الزيتون، لحم مفروم كفته، فلفله حمراء مقطعه طريفات، بصل حتى هو مشلط، ثوم مبشور،
زيتون أخضر مقطع. بالنسبة للتوابل عندي فلفل أسود، بابريكا اللي هي التحميرة، كزبرة يابسة مطحونة، وعندي قليل من الكمون، الملح، بقدونس. ندوزو لطريقة التحضير. في مقلاة كنعملو زيت الزيتون، نعملو مقلاة فوق النار. ملي كيسخن الزيت كنزيدو البصل. ملي كينزل البصل واحد شويه كنزيدو الفلفله وغادي نزيدو الكفته. النار كتكون نار قويه باش يتبخر لينا الماء ديال الخضر ديال اللحم. من بعد كنزيدو الثوم مبشور وكنبقاو نفرتكو في هذاك اللحم المفروم بشكل اللي كتشوفوا، باش مني طيب لينا الكفته فكطيب مفرتكه. هنا دائما النار قويه، غادي نخليوه حتى تنشف الحشوه من الماء. من بعد ما نشفات الحشوه من الماء كنطفي النار وكنزيد الزيتون، كنزيد التوابل. فالتوابل كتبقى اختياريه، يمكن لكم تضيفوا توابل اخرى اللي كتبغيو. فهنا انايا بدلت المقلاة لان الاخرى كانت صغيره. هنا زدت ملعقه صغيره ديال التوابل الخاصه للكفته، نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو اللي بغى يتعرف عليها، فكتبقى اختياريه. ومن بعد زدت البقدونس وكنخليو الحشوه تبرد. بالنسبه للحشوه الثانيه فخديت صدر الدجاج اللي قطعته طريفات صغار بشكل اللي كتشوفوا، زدت عليه الملح وغادي نزيد عليه توابل ديال الشاورما فراه كتباع جاهزه. وغادي نزيد كميه ديال ياغورت اللي هو زبادي دانون طبيعي. غادي نزيد لا موطارد، خردل، وكنضيفو عصير الليمون كنخلطو. من بعد تنغطيوه وكنخليوه يرتاح تقريبا ساعة او ساعتين. من بعد تناخدو مقلاة كنعملوها فوق النار، نعملو فيها زيت الزيتون، وغادي نعمل بصل اللي قطعته بشكل اللي كتشوفوا على شكل هلال. النار كتكون نار قويه، كنزيد قليل من الملح وكنخلي البصله تحمر حتى كتحمر تاخذ اللون الذهبي. كنحيدها نعملها في شي اناء، وفي نفس المقلاة والزيت اللي طابت فيه البصله كنعمل الدجاج، صدر الدجاج. دائما النار قويه باش ما يبقاش لينا الماء في الدجاج، فكنخليوه فوق النار حتى كيتشرب من هذاك الماء وما يبقاش ينشف، كيولي على هذا الشكل هذا. من بعد ما كينشف كنحيدوه من فوق النار وكندوزو نعملو كويرات بالعجينه اللي عجنا. فهنا خديت العجينه اللي بالطماطم، غادي نشكلها جوج كرات. دائما كنعاونو بقليل من الدقيق بهذا الشكل هذا وكنحطها جنب، وندوز العجينه اللي بالكركم
فكنبقاو على هذا الشكل هذا حتى كنشكلوا العجينه كلها ديالنا على شكل كويرات. هنا تنخليوهم يرتاحوا واحد شويه باش نقدروا اننا نبسطوهم بسهوله. من بعد ما كيرتاحوا كناخذوا كره، كنبداو بهذه العجينه ديال الكركم او العجينه اللي بالطماطم، فكيبقى لكم نتوما الاختيار. هنايا بديت بهذه ديال الكركم، غادي نبسطها. دائما كنعاونوا بقليل من الدقيق. من بعد ما كنبسطوها تكون رقيقه كنحطوها جنب. كناخذوا الكره الاخرى وغادي نبسطوها حتى هي، فدائما تكون رقيقه. من بعد كتاخذوا قطاع قداش بغيتو المخيمرات يكونوا. فهنا خديت انا كبير شويه، من بعد غادي ناخذ واحد صغر منه. وهنا غادي نبداو كنعملوا الحشوه. فهنايا عندي فلفله مشويه مقطعه، والبصله اللي حمرنا، والدجاج، وشويه ديال الكورنيشون. فغادي انا كنستعمل يديا، فدائما راه يدينا نقيين لاننا خدامين في المطبخ. بطبيعه الحال راه يدينا تيكونوا نقيين ومغسولين. وكنبدا تنزل الدجاج، شويه تاع الفلفله، وشويه ديال البصله، شويه تاع الكورنيشون، وغادي نعمل قليل من جبن الموتزاريلا اللي تيبقى اختياري. تعملوا اي جبن بهذا الشكل هذا. من بعد كناخذوا العجينه اللي بسطنا في الاول وكنعملوها الفوق بالشكل اللي كتشوفوا. فالصوره هي موضحه كل شيء. كنعاون بقليل من الدقيق وكنبدا كنورك على هذيك العجينه اللي الفوق باش تلصق وما يتحلوش لينا المخيمرات من نكونوا كنطيبوا فيهم. فغادي نطيبهم في الفرن. من بعد ما تنبسط غادي ناخذ القطاع وغادي نبدا كنقطع. غادي نستمر بهذا الشكل هذا. من بعد ما تنقطع العجينه فكنحيد هذاك العجينه اللي بقات. بطبيعه الحال كنعاودوا نكوروها ونعملوها في بلاستيك غذائي ترتاح، ومن بعد كنعاودوا نبسطوها حتى هيايا. هنا نبدا كنبسط في المخيمرات، وفي نفس الوقت كنتاكد بان راه مسدودين مفتوحينش، وكنحطوهم جنب على هذا الشكل هذا. من بعد كناخذوا العجينه اللي بالطماطم كنبسطوها حتى هيايا. فدائما يعني تكون رقيقه شويه لان غادي تكون عجينه فوق منها. كناخذوا الكره الثانيه كنبسطوها حتى هي. كنحيدوا الفائض ديال الدقيق. وهنا خديت قطاع اللي هو صغر من هذاك اللي استعملت في الاول باش يجيوني مخيمرات صغار. وهنا غادي نعملوا الحشوه ديال الكفته، يعني ديال اللحم المفروم. وكنعملوا قليل من الجبن الفوق اللي تيبقى دائما اختياري. فهنا استعملت جبن موتزاريلا اللي كنعملوه البيتزا. يمكن لكم تستعملوا اي جبن عندكم في البيت ويمكن لكم تستغنوا عليه. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل. فهنا الا خفتوا انهم
ما يتسدوش ليكم مزيان. ملي كتعملوا العجينه فوق منهم كتاخذوا شي بانسو اللي يكون صغير قليل من الماء وكتدوزوا عليهم، او لا غير بصبعكم كتعملوا تفزقوا صبعكم بالماء وتدوزوا عليهم باش مني كتعملوا العجينه الفوق كتلصق بسهوله. وهنا غادي نهزوا العجينه الثانيه ونعملوها فوق منهم، فماشي مشكل. من بعد غادي نغطي هذوك اللي بقاو وكنبداو بنفس الطريقه كنضغطوا على الجناب بشكل اللي كتشوفوا في الصوره، راه هي موضحه كل شيء باش كنسدوا وكنخرجوا الهواء، ما نخليوش الهواء في المخيمرات باش من يبغيو نبسطوهم يجينا ساهل. ومن بعد تنقطعوا بالقطاع وكنبداو نبسطوا. كنتاكدوا بان راه مسدودين. كنبسطوا تنقادوهم هنا تنخليوهم يخمروا. نستفوهم في شي فوق شي زيف ونغطيو عليهم باش يخمروا. غادي ناخذوا العجينه اللي بالسبانخ، غادي نستعمل هاد الحشوه اللي كتجي رائعه لذيذه بزاف. خديت جبن الريكوتا وقشور ديال الليمون الحامض مبشورين، وخديت السبانخ اللي من بعد ما غسلتهم دوزتهم في قليل من زيت الزيتون مع الثوم وقليل من الملح. وخديت الزبيب يعني العنب المجفف اللي نقعته في الماء طيب حتى تنفخ ولا على هذا الشكل هذا. وإلا كنتو كتبغيو الكوزه تقدروا تزيدوا شي حكه خفيفه ديال الكوزه، فكتجي رائعه. هاد الحشوه كيستعملوها الايطاليين في الرافيولي كتجي رائعه، ففكرت انا باش نستعملها كحشوه في هاد المخيمرات. انايا حيت هذاك الثوم اللي كان مع السبانخ، كنخلطوا الحشوه كنحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. كنبسطوا العجينه بحال في الاول، فباش ما نطولش عليكم فيديو اكثر بسطتها وعطيتها هذاك الشكل بالاطار. فهنا راه ما كنقطعوش ما كنقطعوش العجينه، غير كنطراسيو فين غادي نحطوا الحشوه. ومن بعد كنبداو تنحطوا في الحشوه الوسط وغادي نهز العجينه. فهنا ما استعملت لا ماء لا والو، انا غير عطيتكم هذيك الفكره. ربما الا خفتوا ان العجينه متسدش ليكم، وانما راه غير حاولوا تحيدوا الفائض ديال الدقيق وغادي تسد ليكم العجينه. فدائما حاولوا تخويو المخيمرات من الهواء عاد فاش تسدوهم. وغادي نقطعوا من بعد كنحيدوا الفائض ديال هذا العجينه عفوا اللي بقات لينا، فكنكوروها وكنعملوها في بلاستيك باش نعاودوا نطلقوها. من بعد غادي نقرصوهم، كنعملوهم دائما فوق الزيف ونغطيوهم باش يخمروا لينا.
من بعد غادي ندوزو العجينه اللي هي عجينه عاديه بيضاء. اختاريت ليها حشوه ديال الطون اللي استعملت فيها الطون والفلفله حمراء مشويه مقطعه، الزيتون والبصل اللي تاهويا شحرته في قليل من الزيت مع الفلفل الاسود وقليل من الملح والزعتر. صافي وغادي نخلطهم وغتكون هذه هي الحشوه. فانا سرحت العجينه بحال في الاول وعملت هذاك الاطار، يعني تراسيت فين غادي نحط الحشوه، وكنحطوا الحشوه ديالنا ومن بعد غادي نغطيو بالعجينه. فنخليكم مع الصور راهي شارحه كل شيء. دائما تنقرصوا وتنقادوا المخيمرات ديالنا. فكنعملوهم في زيف فوق زيف عفوا حتى كيخمروا. فهنا هما يخمروا، من بعد ما تيخمروا غادي نعملوهم في لاطه اللي كتدخل الفرن بشكل اللي كتشوفوا. الفرن كيكون سخون مزيان على درجه الحراره تكون مرتفعه، ماشي تكون العافيه خفيفه. فضروري العافيه، يعني النار تكون نار قويه في الفرن. ندخلوهم من بعد ما كيطيبوا لينا من التحت كيتنفخوا، كنخرجوهم وتنقلبوهم على الجهه الثانيه كيطيبوا وتنخرجوهم. فكيف كتشوفوا هنايا كيتنفخوا، كيتحمروا على التحت وكيتنفخوا. كنقلبوهم وكنعاودوا نرجعوهم للفرن حتى كيتحمروا على الجهه الثانيه. من بعد ما كيتحمروا على الجهات بجوج كيجي على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. فساهل، ما كنبقاوش اننا واقفين وكيتحضروا يعني بسرعه، كيطيبوا بسرعه عفوا. هادو هما اللي عمرناهم بالطون فجاو على هذا الشكل هذا. كان هذا هو الشكل النهائي ديال المخيمرات ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا. تشكيله رائعه ولذيذه وحشوات يعني رائعين. فوصلنا النهايه ديال الفيديو. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. فهنا انا فتحت لكم تشوفوا هذه ديال الجبن، فكتجي رائعه هذه الحشوه هذه، وكيف شفتوا سهله. وهادو اللي عمرناهم بالطون كيجيو على هذا الشكل هذا. فما بقى لي الا نودعكم وكنشكركم دائما على حسن المتابعه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.